طبعا شنو بعض المشاهير يعني الانتخابات متى 6/6 سافروا 5/6. يعني انا كنت مسافر ما قدرت اصوت. لا ندري انكم كويتيين والله، نعرفكم، المشكله نعرفكم، بس والله يعني مسافر وتلمح انه كان ودي اصوت واتمنى اختيار الافضل، بس انا مسافر لا قديمه. ندري انكم زبالين مالكم اي قيمه. والاخ اللي طلع يقول السناب عباره عن بس جناسي، يحق لنا والله، والله يحق لي. كويتي يعني ليمتد اديشن بعد، يعني مو اي كويتي، فيحق لي والله صور جنسيتي وافتخر فيها، تاج على الراس هالجنسيه، واوثق للناس هي صورت وصوتنا بعد. لما حاطين لي قبل الانتخابات بيوم قديمه. عاد انا والله العظيم يعني ما تفرق معاي، يعني ايا كانت جنسيتك بالنهايه انا عاملك لشخصك. ان كنت محترم احترمناك، ان كنت زبال نعلتك. ولكن اللي يستعيرون هذه المشكله، انت لما الطق اللي مستعير من نفسه يعني غصب يتلزق. انا كويتي، حتى اللي بعضهم ترى اللي يعني ادري ان في بعضكم بيقول لي شلون اخوي خالد هم يصورون جوازاتهم وهم مسافرين. انت ايش دراك انه جوازها ولا جوازها؟ هم اغلبهم يصورون شنو؟ بس الجواز، وان احنا بالطياره بيكون معاه واحد كويتي ويصور جوازه عادي. ورب الكعبه انا لو اقول لكم بعض اللي تشوفونهم منهم مو كويتيين تنصدمون، قسما بالله تنصدمون. تقول معقوله هذا مو كويتي؟ شلون؟ والله كويتي. صور لك الجواز لما يسافر، من يعني ما يصوره وهو ماسك الجواز، لا يصور بس الجواز. لان في يوم من الايام لو يعني عشان لا يجي يوم احد يحجهم بهالموضوع بيقول لك انا صورت جواز، يعني بس مو المقصد ان انا كويتي. فلاحظوا اغلبهم شو يسوون؟ يحط الجواز ويصور الجواز بس، وان احنا مسافرين. لكن يعني بالعكس اكو واحد يعني واثق انه كويتي ما يطلع له اثبات واحد يبينه انه كويتي او شغله تبينه انه كويتي. دائما يكون حذر في هالمسائل، ما يصور اي شيء. ليش؟ لانه ما يبي ينفضح. هم مشي هذول شفت اللي يستعيرون من انفسهم، انا هذول بطون شبدي. هذا اللي اقلل من قيمته اكثر واكثر، لانه هو مستعير من نفسه زبال. ولكن يلا معليش انا بسكت عن ان اقول من اللي مو كويتي ومن اللي كويتي يا جليل الحياه. لا شوف يعني خلي التصويت على جنب، خلي التصويت انت الحين، مو شرط يعني التصويت يبين لنا جنسيتك. سافر يعني اذا تقدر تسافر سافر، خلي التصويت سافر. وانا اقول والله انت صدق كذي، يعني سعودي او كويتي او امريكي، سافر. مو ما اصوت، سافر يعني صوتك بيأثر، سافر. عاد الله عليكم، ما علينا. يا جماعة أنا ودي أدردش معاكم موضوع يخصني أنا. يعني أنا فيني طبع أبي مساعدتكم يعني بهالموضوع. أنا فيني طبع جدا يضايقني، وايد يضايقني، إني إذا طلبت من أحد شيء وردني أندقر خلاص. يعني تدري شو يصير فيني؟ ألعن اليوم اللي جيت وقلت له أبي هالشيء. يعني أقول يا ريت تنقص لساني وما قلت له أبي كذي. أو خصوصا إذا كنت أنا يعني حاط بالي ان اليوم اوكي خلاص ان شاء الله تمام الامور، تيجي تقول لا والله اليوم ملكت ولد عمي، والله ملكت ولد خالي. يعني انا ادري ان الموضوع ممكن ظروف الناس ايا كان، بس بعض الامور ما لها علاقه بالظروف. يعني هو الشخص ان كان يبي او ما يبي. فهذا الطبع جدا يضايقني، اني اذا طلبت من احد شيء وقال لي مثلا لا او مثلا ما يبي اندقر، ما ادري ليش، واكره حياتي. والله لو اكون بقمه الوناسه والله، يعني مثلا طالع انا وعيال اختي ووديهم يلعبون يستانسون وضحك وسوالف واغاني وعشاء والامور طيبه، يعني بس اقول مثلا حق هالشخص ابي هالشيء وقال لي لا، خلاص يعني هو لازم انام واقعد يلا انسى السالفه. اقعد طول هالوقت يعني متحسف على اني قلت له، واقول يا ريت انقص لساني ولا طلبت انه هالشيء اليوم يصير او انه هالشيء اسويه. اقول له ساكت وايد احسن خلاص، لان انا قلت لك هالموضوع ما له علاقه بالظروف، والشخص ان كان يبي او ما يبي بس.
يعني ايا كان الطلب، يعني مثلا رحت حق صاحبي قلت له حجي ابي استرداد بيتكم عشان ملكة اخوي اكبر وبيعزم ربعهم. والله المشكله الوالده مسويه مدري شنو، والله الوالد والله عندنا ملكة بنت عمي في الحريم جايين والله هذا. وانا ادري بامكانه لو كان يبي بيقول لك اوكي حاضر يقول كله ساعات. هذا يعني لما يردني يعني اليوم كله مالي خلق اي شيء، خلاص قاعد ساكت. حتى لما اطلع مع عيال اختي مثلا ما يخلق اي شيء يبون مثلا يسكتوا عني، ما يخلق شيء. فيعني اتمنى احد يشوف لي حل حق هالموضوع لانه وايد اتعب. مو معقوله كل ما اطلب من احد شيء ويقول لي لا يعني يصير يومي زفت. هل في حل ولا نعلهم؟ انا شنو نعلهم احسن.